السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني إصابة عائلة الحلاني كلها بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الأشهر الماضية، وتم شفائها منه بعد قضاء مرحلة صعبة نتيجة إصابتهم بالفيروس. ووضح الوليد خلال تصريحاته قائلا إنه كان ملتزما بالإجراءات الاحترازية، ولكنه اضطر للسفر وأصيب بالفيروس خلال ذلك الوقت، معلنا أنه سيقدم أغاني ديو مع والده قريبا. ويذكر أن الفنان عاصي الحلاني يشارك في مهرجان الموسيقى العربي الذي انطلقت فعاليته أمس، وكشف الحلاني عن تقديمه أغنية مصرية ضمن برنامجه بالحفل، والذي تحمل اسم أيوة يا مصريين. ومن المقرر أن تنتهي فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري، وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وهي مصر ولبنان والأردن والعراق وتونس. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.